في يناير سنة 1985 وجوه جهاز المخابرات العامة المصرية كان في واحد من الضباط شغله الأساسي متابعة المراسلات الدولية اللي بتخرج من مصر لبره. في يوم من الأيام الضابط ده لاحظ رسالة بريد خارجة من مصر لعنوان موجود في اليونان. في الأول الموضوع ما كانش ملفت، رسالة عادية وسط آلاف الرسائل. لكن لما الضابط ركز في العنوان المكتوب على الظرف حس إن في حاجة مش مظبوطة. الاسم والمكان كانوا مألوفين بالنسبة له. الضابط قرر يراجع العنوان بسرعة في قاعدة البيانات الأمنية، وبعد دقايق قليلة بس ظهرت المفاجأة. العنوان كان متسجل قبل كده ضمن عناوين مرتبطة بأحد البيوت الآمنة التابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي داخل اليونان. واللي فاهم طبيعة شغل الاستخبارات يعرف إن البيوت الآمنة دي بتكون سرية جدا وبتتغير باستمرار علشان تفضل بعيدة عن عين الأجهزة المعادية. علشان كده لما يظهر عنوان زي ده في رسالة جاية من جوه مصر، الموضوع ما ينفعش يتساب كأنه صدفة. الضابط ما ترددش لحظة، كتب تقرير تفصيلي ورفعه فوراً لقيادات الجهاز، ووضح فيه إن في مواطن مصري بيبعت مراسلات لعنوان له ارتباط بالموساد. القيادات تعاملت مع المعلومة بهدوء شديد، ولكن خرج قرار واضح: لازم يتم مراقبة صاحب الرسالة لمعرفة هويته وتحركاته. وبالفعل بدأت عملية متابعة سرية للشخص ده، ومع أول أيام المراقبة بدأت تظهر تصرفات غريبة. الراجل كان بيتنطط بشكل شبه يومي في محيط 3 جامعات كبيرة في القاهرة: جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر. الأغرب من كده إن وجوده جوه الجامعات ما كانش ثابت في كلية معينة، كان بيتنطط زي الكرة الجلد، مرة يتشاف حوالين كلية الحقوق، ومرة تانية حوالين كلية التجارة، وأوقات يقعد في ساحات الجامعة أو الكافيتريات اللي الطلبة بتقعد فيها. لكن اللي شد انتباه رجال المراقبة أكتر إن الراجل ما كانش بيقعد مع الطلبة لفترات طويلة بشكل طبيعي. كان يقعد يتكلم مع ده شوية ويسأل ده عن حاجة، وبعدها يقوم يتحرك لمكان تاني. كمان كان بيقف كتير مع أصحاب المكتبات وبايعين السندوتشات والجرائد اللي حوالين الجامعات، وكأنه بيحاول يفتح كلام مع أي حد موجود في المكان. التصرفات دي خلت الشك يزيد، فتم عمل تحريات دقيقة عن هويته. وكانت المفاجأة الكبيرة لما النتائج ظهرت، وإنه كان بيدخل الجامعات دي باستخدام 3 بطاقات جامعية مزورة. ومن اللحظة دي بدأ اسم جديد يدخل ملفات المخابرات: سليمان نور سليمان. ونقول الحكاية من أولها. سليمان نور سليمان اتولد سنة 1961 في القاهرة، واتربى في واحد من الأحياء الشعبية. حياته في البداية كانت عادية جدا، ما فيهاش أي حاجة ملفتة للنظر. أسرة متوسطة الحال، ظروفها بسيطة، وبتعيش زي أغلب الأسر المصرية اللي بتحاول توفر لأولادها التعليم والحياة المستقرة. كبر سليمان وسط الظروف دي، وبدأ مشواره التعليمي بشكل طبيعي. دخل المدرسة واتدرج في المراحل التعليمية لحد ما وصل للجامعة، وفي النهاية التحق بكلية التجارة، وفضل يدرس فيها لحد ما حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1982. لكن خلال فترة دراسته الجامعية ما كانش بيعتمد بس على مصروف البيت، كان زي شباب كتير بيحاول يشتغل جنب الدراسة علشان يوفر لنفسه دخل يساعده على مصاريفه. علشان كده بدأ يشتغل في منطقة من أشهر المناطق الشعبية والتجارية في القاهرة، وهي منطقة الموسكي والحسين. المكان ده معروف إنه مليان بالسياح الأجانب اللي بيجوا علشان يتفرجوا على الأماكن التاريخية الموجودة هناك. سليمان كان عامل فرشة بسيطة في الشارع بيبيع عليها شوية هدايا تذكارية زي تماثيل فرعونية صغيرة وتحف متقلدة اللي السياح بيحبوا يشتروا زيها كتذكار من مصر. الشغلانة دي كانت بسيطة، لكنها كانت بتخليه يحتك يومياً بناس من جنسيات مختلفة. ومع مرور الوقت بقى عنده خبرة في التعامل مع السياح،
اتعلم ازاي يفتح كلام معاهم بسرعة، وازاي يقنعهم بالبضاعة اللي عنده، وازاي يكون علاقات سريعة حتى لو الوقفة معاهم ما استمرتش غير دقايق. وفي يوم من الأيام وهو واقف في مكانه في الموسكي يعرض بضاعته، وقفت قدامه مجموعة من السياح اليهود. في البداية الموضوع كان عادي جدا، زي مئات المواقف اللي بتحصل كل يوم مع أي بياع في المنطقة. السياح وقفوا يتفرجوا على التحف والتماثيل وسألوا عن الأسعار، ودار بينهم وبين سليمان كلام بسيط عن البضاعة. لكن خلال كلامهم واحد من السياح قال له كلام مختلف شوية. قال له إن الحاجات اللي بيبيعها دي ممكن تحقق أرباح كبيرة جدا لو اتعرضت في أماكن تانية، وإن في ناس كتير مهتمة بالتحف الفرعونية. وبعد شوية كلام عرض عليه فكرة إن تجارة النوع ده من البضاعة ممكن تمشي كويس جدا لو اتباعت في إسرائيل. قبل ما يمشي الراجل طلع كارت شخصي واداه سليمان، وقال له إنه نازل في فندق معين في القاهرة، ولو حب يقعدوا يتكلموا أكتر في الموضوع ممكن يزوروا هناك. الكلام اتقال ببساطة، والراجل خد بعضه ومشي. لكن بالنسبة لسليمان الفكرة فضلت تلعب في دماغه، وبقى لا قاعد على بارد ولا على حامي، وفضل يفرك مكانه. وفي الآخر قرر إنه يروح يشوف الراجل ده ويتكلم معاه. راح سليمان للفندق اللي قاله عليه وسأل في الاستقبال عنه. استناه شوية لحد ما الراجل نزل وقابله، وابتدوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا. الكلام في الأول كان عادي جدا، عن السياحة وعن التحف الفرعونية وعن الشغل والتجارة. الراجل كان بيتكلم بطريقة ودودة وكأنه عايز يكون صداقة قبل أي حاجة تانية. وبعد ما خلصوا القعدة عرض عليه يقضوا السهرة سوا بره الفندق. قال له إنهم ممكن يروحوا مكان يسهروا فيه شوية ويكملوا الكلام هناك. سليمان ما فكرش كتير ووافق على الدعوة وراح معاه لواحد من الأماكن الليلية. السهرة دي كانت مختلفة عن أي حاجة سليمان عاشها قبل كده. موسيقى عالية، مشروبات كتير. الراجل اليهودي بدأ يطلب مشروبات ويدي لسليمان كاس ورا كاس، وطبعا صاحبنا قعد يديها شرب ويرقص لحد ما وصل لمرحلة إنه تقريبا مش واعي باللي بيحصل حواليه. ولما حسوا إن اللحظة المناسبة جت، الراجل أخده بهدوء وطلع بيه من المكان. ركبوا العربية مرة تانية، لكن المرة دي ما رجعوش الفندق، راحوا لشقة خاصة في مكان بعيد شوية عن الزحمة. ولما وصلوا كان في الشقة واحدة ست مستنياهم، واحدة من نفس المجموعة اللي الراجل ده بيتحرك معاها. اللي حصل بعد كده كان واضح إن كله مترتب له من الأول. سليمان وقتها كان في حالة ما تسمحلوش يفكر، وطبعا سليمان سكران ومعاه ست، فاللي حصل بينه وبينها. ممكن حد يقول طيب ماشي، شاب والشيطان أغواه، وأول مرة ممكن نقول إنها غلطة، لحظة ضعف، أو شاب اتسحب لجو ما كانش متعود عليه. لكن السؤال الحقيقي كان بعد كده. هل سليمان وقف مع نفسه وقال اللي حصل ده ما ينفعش يتكرر؟ هل قرر يبعد عن الناس دي ويقطع علاقته بيهم؟ لكن اللي حصل كان العكس تماما. سليمان رجع يقابلهم مرة تانية، وبعدها مرة تالتة، وبعدها بقى الموضوع يتكرر بشكل طبيعي. كل مرة كان بيقرب أكتر من الدايرة اللي هم عايزينه يدخلها، ومع كل خطوة كان بيغرق أكتر من غير ما يحس، لحد ما وصلوا لمرحلة إنهم بقوا عارفين كل حاجة عنه تقريبا، نقط ضعفه، أسراره وتصرفاته. وساعتها بالظبط بقى واضح بالنسبة لهم إن الوقت المناسب جه، ومن اللحظة دي بدأوا يتحركوا خطوة أخطر. قرروا إن سليمان نور سليمان بقى جاهز لمرحلة جديدة، مرحلة تجنيده رسميا، لكن ما كانش هينفع طبعا في مصر. ووسط الجو ده كله ظهرت واحدة من السيدات اللي كانت موجودة دايما في المجموعة، اسمها كارزان أفيدين. كانت بتتكلم مع سليمان كتير وبتتعامل معاه بود واضح، لدرجة إنها قدرت تكسب ثقته بسرعة. في يوم من الأيام وهي بتتكلم معاه بشكل عادي فتحت معاه موضوع السفر. قالت له إنهم ناويين يسافروا كام يوم بره مصر علشان يقضوا شوية وقت لطيف بعيد عن الزحمة والدوشة. وبعدين سألته بشكل مباشر: إيه رأيك تيجي معانا؟ إحنا رايحين اليونان نقضي يومين حلوين هناك ونرجع. الكلام بالنسبة لسليمان كان مغري، فكرة السفر نفسها كانت جديدة عليه، وكمان السفر مع ناس بقى يعتبرهم أصدقاء مقربين.
علشان كده ما خدش وقت طويل في التفكير، بالعكس وافق بسرعة ومن غير تردد تقريبا. سليمان وقتها كان مقتنع إن الموضوع مجرد رحلة قصيرة للفسحة وتغيير الجو، كان شايف نفسه ضيف بينهم وصاحب مقرب ليهم، وما خطرش على باله إن الرحلة دي ممكن تكون بداية حاجة أكبر بكتير. المجموعة ما ضيعتش وقت، وخلال فترة قصيرة كانوا قدروا يجهزوا له كل حاجة، تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وترتيبات الرحلة بالكامل. كل شيء كان ماشي بسهولة غريبة وكأن الموضوع متخطط له من قبل. وفعلا سافر سليمان نور سليمان معاهم لليونان، وهو فاكر إنه رايح يقضي كام يوم في رحلة لطيفة ويرجع بعدها لحياته العادية في القاهرة. وفي الأيام الأولى الأمور كانت ماشية بنفس الأسلوب اللي اتعود عليه معاهم، خروج، سهر، وتعامل ودي جدا يخليه يحس إنه وسط أصدقاء مقربين. سليمان بطبعه كان شخص اجتماعي وسهل يتعامل مع الناس، ودي كانت صفة واضحة فيه من أيام شغله في الموسكي والحسين لما كان بيبيع التحف للسياح. لكن في نفس الوقت كان واضح إنه شخص سهل التأثير عليه، وده بالظبط اللي كانت المجموعة دي ملاحظاه من البداية. وطبعا الزبون حس إن الدنيا اتفتحت قدامه، فزود في نفس الطريق أكتر من مرة ومرة ورا التانية. لكن المرة دي الوضع كان مختلف، لأن اللي حواليه كانوا محضرين كل حاجة كويس جدا، وكل اللي بيحصل كان بيتسجل بدقة بالصوت والصورة. وبعد ما اتأكدوا إنهم بقوا ماسكين عليه نقط ضغط كفاية، قرروا يكشفوا له جزء من الحقيقة. في مرة من القعدات اللي كان بيقعدها مع كارزان، بدأت كارزان أفيدين تتكلم معاه بشكل مباشر. قالت له إنهم في الحقيقة بيشتغلوا في مجال الصحافة، وإنهم تابعين لمؤسسة إعلامية مهتمة بجمع المعلومات والأخبار من دول مختلفة، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط. وبعد شوية كلام عرضت عليه فكرة التعاون معاهم. الفكرة ببساطة إنه لما يرجع مصر يبدأ يكتب لهم تقارير من وقت للتاني عن بعض الأمور اللي بتحصل في مصر. الموضوع اللي ركزوا عليه كان واضح جدا، طلبوا منه يمدهم بمعلومات عن الجامعات المصرية، خصوصا أخبار الحركات الطلابية والأنشطة السياسية اللي بتدور بين الطلبة. كمان كانوا عايزين يعرفوا رأي الشباب في الأوضاع العامة وإيه المشاكل اللي بتواجههم. وقدام ده كله قالوا له إن التقارير دي مش هتكون ببلاش ولا جدعنة ومحبة، لأ، ده كل معلومة هيوصلها لهم هيكون ليها مقابل مادي وبالدولار. المفاجأة ما كانتش في الكلام اللي اتقال قد ما كانت في رد فعل سليمان نفسه. أول ما فهم إن اللي قدامه لهم علاقة بالموساد الإسرائيلي ما ترددش ولا لحظة، بدل ما يخاف أو يحاول يبعد وافق بسرعة على كل اللي اتعرض عليه. الغريب إن كل اللي كان شاغل باله وقتها حاجتين بس: هيقبض كام وإمتى هيسافر لإسرائيل. وكأن القرار كان جاهز جواه من قبل ما يتعرض عليه أصلاً. المرحلة اللي بعد الموافقة كانت أهم مرحلة بالنسبة لهم، وهي مرحلة التدريب. لأن أي حد ممكن يسمع كلام الناس أو يشوف أحداث حواليه، لكن مش أي حد يقدر يجمع معلومات بطريقة ذكية ومن غير ما يلفت الأنظار. وخلال وجوده في اليونان بدأوا يدربوه خطوة بخطوة على الأساليب اللي المفروض يستخدمها بعد ما يرجع مصر. التدريب ما كانش عسكري، لكنه كان عملي جدا ومرتبط بالحياة اليومية. أول حاجة ركزوا عليها كانت إزاي يجمع المعلومات من غير ما يثير الشكوك. علموه إن أحسن طريقة علشان يجمع الأخبار هي إن الشخص يبان طبيعي جدا وسط الناس ويسمع أكتر ما يتكلم، يعني يخلي اللي قدامه يتكلموا براحتهم وهو بس يسجل الملاحظات في دماغه. الحاجة التانية كانت إزاي يندمج وسط الطلبة في الجامعات. أما الجزء الأخير من التدريب فكان خاص بطريقة إرسال التقارير. علموه إنه بعد ما يجمع المعلومات يكتبها في شكل تقارير بسيطة ويبعتها عن طريق البريد، والرسائل دي كانت بتتبعت لعناوين معينة في اليونان. وطبعا الجوابات دي كانت مشفرة علشان ما تلفتش الانتباه لو حد قراها. وبالشكل ده وبعد أيام من التدريب والتوجيه كان سليمان نور سليمان بقى جاهز يرجع القاهرة. وفعلا رجع سليمان نور سليمان إلى مصر في نص سنة 1984. ووقتها كان شايل معاه التعليمات اللي اتقالت له ومستعد يبدأ المهمة اللي اتكلف بيها.
وأول خطوة فكر فيها كانت إزاي يقدر يدخل الجامعات بسهولة من غير ما حد يشك فيه. علشان كده قام بتزوير 3 بطاقات طلابية ل3 جامعات مختلفة، وهي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر. البطاقات دي كانت بتظهره كأنه طالب عادي، وده خلى دخوله للحرم الجامعي سهل جدا من غير ما يلفت الانتباه. ومع بداية العام الدراسي بدأ سليمان يتحرك بين الجامعات ال3 بشكل مستمر، يوم تلاقيه في جامعة واليوم اللي بعده في جامعة تانية، وفضل يتنطط ويقعد وسط الطلبة يسمع كلامهم ويحضر تجمعاتهم ويحاول يلقط أي معلومة عن أفكارهم أو مشاكلهم ورأيهم في الأوضاع اللي حواليهم. كل المعلومات دي كان بيجمعها بهدوء، وبعد كده يحولها لتقارير مكتوبة، وعلى طول التقارير دي تتبعت للي مشغلينه. لكن النشاط ده ما استمرش لفترة طويلة من غير ما يلفت الانتباه. خلال حوالي 3 شهور بس كان سليمان بعت 3 رسائل لنفس العنوان في اليونان. الرسائل دي كانت أول خيط مهم ظهر قدام المخابرات المصرية، لأن العنوان اللي كانت الرسائل رايحاله كان معروف بالنسبة لهم إنه عنوان مرتبط بالموساد. بعد المعلومة دي مباشرة بدأ قرار مراقبة سليمان عن قرب. تم تكليف فرق متابعة سرية تراقب تحركاته، وخصوصا في محيط الجامعات ال3 اللي كان بيتردد عليها. بعد ما تأكدت المخابرات المصرية إن سليمان نور سليمان بالفعل على اتصال بالموساد، كان قدامهم قرار مهم: هل يقبضوا عليه فوراً ولا يستفيدوا من الموقف ده بطريقة أذكى؟ علشان كده تم عقد اجتماعات بين المسؤولين في الجهاز علشان يحددوا الخطوة الجاية. في النهاية اتخذ قرار مهم، وهو تأجيل القبض عليه مؤقتاً والاستمرار في مراقبته. القرار ده ما كانش عشوائي، لكن كان مبني على هدفين واضحين. الهدف الأول كان إنهم يقدروا يمرروا معلومات مضللة من خلاله، بمعنى إن سليمان يفضل يبعت تقارير للموساد زي ما هو متعود، لكن المعلومات اللي توصل له تكون في الحقيقة معلومات مغلوطة. أما الهدف الثاني فكان إنهم يعرفوا هل سليمان بيشتغل لوحده ولا في شبكة أكبر وراه. لكن في الوقت ده حصل تطور غير متوقع. الموساد بدأ يشك إن عميله في مصر ممكن يكون اتكشف، وبعد فترة قصيرة قدرت كارزان أفيدين تتواصل مع سليمان مرة تانية، وبلغته إن الوضع بقى خطير، وإن وجوده في مصر ممكن يعرضه للمشكلة لو استمر بنفس الطريقة. علشان كده بدأوا يجهزوا له خطة خروج سريعة من مصر. الخطة كانت بسيطة في ظاهرها: يسافر الأول إلى اليونان زي ما عمل قبل كده، وكأنه مسافر علشان ياخد تدريب جديد أو تعليمات جديدة، بعدين يرجع مصر ينفذها. وبالفعل سافر سليمان من مصر لليونان، وكانت الأجهزة الأمنية في مصر متابعة تحركاته. لكن اللي حصل كان مختلف تماما. أول ما وصل لليونان تم ترتيب سفره على طول لتل أبيب، وكانت الرحلة دي في نص سنة 1985. أول خطوة عملها كانت إنه اتخلى عن الجنسية المصرية وحصل على الجنسية الإسرائيلية. لكن التغيير موقفش عند الجنسية بس، سليمان كمان أعلن اعتناقه الديانة اليهودية. الخطوة دي ما كانتش مجرد اختيار شخصي، لكنها كانت كمان مرتبطة بحياته الجديدة بالكامل، لأنها كانت مرتبطة بعلاقته مع كارزان أفيدين، السيدة اللي كانت السبب الأساسي في دخوله عالم التجسس من البداية. العلاقة بينهم تطورت مع الوقت، وبعد فترة اتجوزوا، وبدأت بينهم حياة أسرية كلها خسة، وانتهت بإنجاب 3 بنات. ومع التحولات الكبيرة دي كان طبيعي إن سليمان يختار لنفسه اسم جديد يعبر عن هويته الجديدة، وقرر يغير اسمه من سليمان نور ليوري شلومو نور. لكن رغم كل التغييرات دي كان في قلق دايم عند الموساد. ماضيه المصري كان ممكن يعرضه للخطر لو حد اتبع خطواته أو حاول يربط بين هويته القديمة والجديدة. علشان كده اتخذوا قرار استراتيجي مهم جدا، قرروا تحويله لما يعرف في عالم الاستخبارات باسم العميل النائم، يعني يفضل موجود وتحت السيطرة الكاملة للجهاز، لكن من غير ما يشارك في عمليات مباشرة لفترة طويلة. الهدف من الخطة دي كان بسيط: يختفي عن الرادار تماما لحد ما أي شكوك أو متابعة محتملة من الأجهزة المصرية تختفي مع الوقت. الوضع ده استمر 10 سنين، تقريبا من سنة 1986 لحد سنة 1996. لكن
بعد مرور ال10 سنين قرر الموساد يعيد تفعيل دوره بطريقة غير مباشرة، فتم تكليفه بإدارة مكتب سفريات في مدينة ميلانو بإيطاليا. المكان ده كان مثالي لتغطية تحركاته وتوسيع شبكة علاقاته في أوروبا من غير ما يلفت الانتباه. وبالفعل سافر يوري شلومو نور لميلانو وبدأ حياته الجديدة هناك، واشتغل مدير لمكتب سفريات في ميلانو. سنين عدت وهو عايش بهوية مختلفة تماماً لحد ما وصلنا لسنة 1998. في نفس السنة دي كانت في بنت إسرائيلية شابة اسمها لينور أبرجيل، عمرها كان حوالي 18 سنة. لينور كانت اشتغلت عارضة أزياء، وبعد ما كسبت لقب ملكة جمال في إسرائيل جالها عرض إنها تشتغل في ميلانو، واحدة من أشهر مدن الموضة في العالم. لينور سافرت فعلا لإيطاليا علشان تبدأ شغلها هناك، وخلال وجودها في ميلانو احتاجت ترتب سفرها علشان ترجع تل أبيب لفترة قصيرة قبل مشاركتها في مسابقة جمال عالمية كانت هتتعمل في نهاية نفس السنة، وعلشان كده بدأت تدور على تذكرة سفر مناسبة. في الوقت ده طلعت على مكتب السفريات اللي كان بيديره يوري شلومو نور، قابلته هناك وطلبت منه يساعدها في حجز رحلة طيران مباشرة من ميلانو إلى تل أبيب. لكن شلومو قال لها إن مفيش رحلات مباشرة متاحة في الوقت ده، وإن الحل الأقرب هو إنها تسافر الأول لروما ومن هناك تاخد الطيارة اللي رايحة لإسرائيل. بس المشكلة إنها علشان تروح من ميلانو لروما ما كانش سهل، لأن ما كانش فيه رحلة داخلية مناسبة في التوقيت اللي محتاجاه. هنا بقى شلومو عرض عليها إنه ممكن يوصلها بعربيته بنفسه لروما. علشان يطمنها أكتر بدأ يحكي لها عن نفسه، قال لها إنه إسرائيلي ويهودي ومتجوز وعنده 3 بنات، وإنه بيشتغل في إيطاليا بقاله فترة. الكلام ده خلاها تحس إن الموضوع أمان. اتفقت معاه بالفعل إنه يمر عليها قبل السفر بيوم علشان يتحركوا مع بعض. وفي مساء 8 نوفمبر سنة 1998 حوالي الساعة 5 مساء وصل شلومو بالعربية للمكان اللي كانت فيه لينور. ركبت معاه وبدأوا الرحلة الطويلة في الطريق بين ميلانو وروما. في البداية كان كل شيء طبيعي، الطريق طويل والكلام بينهم كان عادي. لكن بعد ما عدى حوالي 3 ساعات بدأت لينور تلاحظ حاجة غريبة. شلومو فجأة ساب الطريق الرئيسي ودخل طريق جانبي مليان أشجار ومنطقة شبه مهجورة. لما سألته ليه خرج من الطريق الأساسي قال لها إن الطريق ده اختصار وهيخليهم يوصلوا أسرع. لكن بعد لحظات قليلة وقف العربية في مكان بعيد عن الناس، وهنا بدأ يطلب منها طلبات غير مقبولة، زي إنها تنزل من العربية وتخلع جميع ملابسها. لينور حاولت تتهرب بالكلام وتقنعه يرجع عن اللي بيفكر فيه، لكنه كان واضح إنه كان مخطط للحظة دي من قبل كده. الأمور كبرت بسرعة وخرج سلاح أبيض وبدأ يهددها بيه. حاولت المقاومة لكنه قيد حركتها واعتدى عليها تحت التهديد. بعد ما خلص جريمته فكر يتخلص منها نهائياً علشان ما تقدرش تبلغ عنه. حاول يخنقها باستخدام كيس بلاستيك علشان تموت مخنوقة ويرميها في المكان المعزول ده. لكن في اللحظات الأخيرة بدأت لينور تبكي وتترجاه يسيبها. قالت له إنها مش هتبلغ الشرطة لو سابها تعيش. يمكن لحظة تردد أو خوف دخلت قلبه، لكنه في النهاية قرر ما يقتلهاش. رجع بالعربية للطريق العام ونزلها هناك ومشي. لينور كانت في حالة صدمة شديدة، لكن الحظ كان معاها. بعد وقت قصير عدت عربية على الطريق ولاحظ أصحابها حالتها، وقفوا وساعدوها ووصلوها لأقرب قسم شرطة، وهناك قدمت بلاغ رسمي بكل اللي حصل. الشرطة الإيطالية بدأت التحقيق فوراً وتم القبض على شلومو نور بالفعل، لكن بسبب نقص الأدلة في الوقت ده ما قدروش يثبتوا التهمة بشكل قاطع وتم الإفراج عنه مؤقتاً. وبعد أسابيع قليلة شاركت لينور أبرجيل في المسابقة العالمية، وفعلا فازت بلقب ملكة جمال العالم سنة 1998. لكن القصة ما انتهتش هنا. بعد ما رجعت لتل أبيب
قررت إنها ما تسكتش. قدمت بلاغ رسمي مرة تانية ضد يوري شلومو نور. التحقيقات بدأت في سرية تامة، وطلبوا منها ما تتكلمش في الموضوع علشان ما يوصلوش أي خبر. وبعد فترة قصيرة تم استدعاء شلومو لإسرائيل بحجة وجود عمل مهم. وأول ما وصل لمطار بين جوريون في تل أبيب كانت الشرطة في انتظاره. تم القبض عليه فوراً، وبدأت واحدة من أشهر القضايا الجنائية في إسرائيل في نهاية التسعينات. بعد المحاكمة اللي شغلت الرأي العام وقتها، صدر الحكم النهائي على سليمان نور سليمان، المعروف في إسرائيل باسم يوري شلومو نور، بالسجن لمدة 16 سنة. الحكم اتنفذ عليه داخل واحد من أشهر السجون في إسرائيل، وهو سجن معسياهو. مرت السنين ببطء، سنة ورا سنة. كان سليمان نور بيقضي مدة العقوبة اللي حكمت بيها المحكمة، وخلال الفترة دي القضية فضلت حاضرة في ذاكرة الإعلام الإسرائيلي والعالمي، خصوصاً بسبب اسم الضحية لينور أبرجيل اللي تحولت بعد الحادثة لواحدة من أشهر الشخصيات العامة في إسرائيل. السنين عدت، ولما وصلنا لسنة 2013 كان سليمان قضى تقريباً 14 سنة كاملة من مدة الحكم، وطبقاً للقوانين هناك كان من حقه يتقدم بطلب عفو أو إفراج مبكر عن المدة المتبقية من العقوبة. وفعلاً قدم التماس رسمي يطلب فيه تخفيف الحكم أو الإفراج عنه قبل انتهاء المدة كاملة. لكن في اللحظة دي ظهرت لينور أبرجيل من جديد في المشهد. لينور قررت إنها ما تسكتش، وقدمت هي كمان طلب رسمي للمحكمة تطالب فيه برفض العفو، وأكدت إن الحكم لازم يتنفذ كامل من غير أي تخفيف. الموضوع اتدرس داخل الجهات القضائية، وفي النهاية صدر القرار رفض طلب العفو. وبكده اضطر سليمان نور أو شالمو نور إنه يكمل المدة الباقية من الحكم بالكامل داخل السجن. وبعد ما انتهت 16 سنة كاملة تم الإفراج عنه أخيراً سنة 2015. القصة بدأت من مصر باسم سليمان نور سليمان، وتحولت بعد كده لحياة جديدة باسم يوري شلومو نور، وانتهت في النهاية بعد سنوات طويلة من السجن. والحقيقة إن القصة دي بتوضح حاجة مهمة جدا، إن بعض الطرق ممكن تبدأ بخطوة صغيرة جدا، كلمة أو تعارف أو فرصة شكلها بسيط، لكن الخطوة الصغيرة دي أحياناً بتفتح باب لسلسلة من القرارات اللي تغير حياة الإنسان بالكامل، وممكن توصله لنهاية ما كانش يتخيلها أبداً. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.